السلام عليكم. زي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات ان احنا هنطمن مع بعض، بس قبل ما نطمن هنعرض الحاجات الاول بقى، يعني بالتفصيل كده شويه كده بسيط وبطريقه سلسه نقدر ان احنا ان شاء الله باذن الله نعرف المشكله فين وهنحلها ازاي. اول حاجه احنا قلنا يا ترى السكر ممكن لو انا عندي هشاشه عظام يبقى سببها السكر؟ احنا اتفقنا مع بعض ان ده ممكن يكون ده سببه. طب ازاي؟ انا لو مريض سكر بقالي فتره طويله، تمام، ده بيأثر معايا على الاوعيه الدمويه وعلى الاوعيه الدمويه الدقيقه اللي بتوصل الدم للمفاصل وبتوصل الدم للعظم، تمام. وده برضو بيقلل معايا امتصاص الكالسيوم وامتصاص فيتامين د وبيقلل معايا الحركه، فكل دي اسباب بتأدي معايا في الاخر ان انا يكون في عندي هشاشه في العظام. هشاشه العظام دي انا هكتشفها ازاي؟ يا اما بالصدفه البحته ان انا رحت بعمل اشعه لاي حاجه ولقيت ان انا في عندي هشاشه عظام، او ان انا لقيت نفسي ان انا عظمي مش قادر مش مستحمل، باجي بتكسر بسهوله لا قدر الله، باجي بتخبط بحس ان عظمي كله بيوجعني، تمام. ده سبب من ضمن الاسباب. طيب في حاجه عندي تانية اسمها تيبس مفاصل. يعني ايه تيبس مفاصل؟ يعني المفصل بتاعي بقى ثابت في مكانه او بقت الحركه بتاعته بقت محدوده. يعني انا برفع دراعي كده او بنزل دراعي كده، اجي ارفعه مش قادر اجيبه لحد الاخر، اجي اتنيه مش قادر اجيبه لحد الاخر. ده سبب تاني من ضمن الاسباب، وده برضو بيكون من ضمن الحاجات اللي بيعملها السكر. بيعمل لي تآكل في الغضاريف اللي موجوده ما بين العظام وبعضها، فبالتالي بيقلل معايا ان يبقى فيه عندي حاجه اسمها خشونه في المفاصل، تمام. طيب في عندي حاجه ثالثه، في عندي حاجه اسمها وهن في العضلات. يعني ايه وهن في العضلات؟ يعني انا اجي اشيل حاجه، انا كنت برفع الاول 2 و3 كيلو عادي جدا، دلوقتي باجي اشيل حاجه كيلو انا مش قادر ارفعها من مكانها. طب انا باجي ازق حاجه انا مش قادر ازقها من مكانها، طب باجي اقف الاقي نفسي ان انا مش قادر اوزن نفسي، تمام. ده برضو ممكن برضو يكون احد اسباب السكر. طيب انا لو جايه في يوم جاي بلبس، وخصوصا المفاصل بتاعه الرجل، جاي بلبس لقيت الرجل، لقيت المفصل بتاع الرجل بتاعي بدا يبقى فيه شكل مختلف، بدا يبقى فيه تنميل، بدا يبقى فيه حرقان، ده ممكن برضو يكون سبب السكر. هنتكلم بقى مع بعض الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله الحاجات دي هيكون حلها ايه، ومش هسيبكم كده وهنطمن مع بعض. كل سنه وانتم طيبين.